السلام عليكم، معكم هشام كريم. في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نشوفوا الوصفه نتاع لاصوص الجيريان. لاصوص الجيريان حتى هي لاباز ديالها مايونيز. غادي نشوفوا اولا كيفاش غادي نديروا المايونيز، ومن بعد غادي نشوفوا الخليط المكونات اللي غادي يعطيونا المايونيز القوام ديال الجيريان. غادي نديروا 2 بيضات، غادي نديروا شويه ديال الخل في الاول، الخل الابيض، ثمن 1 المعلقه صغيره. نديروا لها مطاط حتى هي ثمن معلقه صغيره. نديروا شويه ديال الزيت. هنا ماشي مشكل الزيت، غادي نعمرو واحد شويه، غادي نبداو نخلطو. قرب معايا وتبقى تزيد لها الزيت. الا عندك شي واحد اللي يخوي لك الزيت انت تكون تميكسي وهو يخوي لك الزيت مزيان، ما كاش تقدر تريض تخوي الزيت وتعاود نبقاو نزيدو غير بشويه ونوليو نميكسي. هنا كنشوفو بلي المايونيز ديالنا هي تصاحت صافي. دوكا غادي نخويها في البول ديالنا ونزيدوها الميلونج ديال الجيريان. بالنسبه للخليط ديال لاصوص الجيريان، في التوابل عندنا الفلفله حمراء حاره، هذه القلياطه، فلفله حمراء بابريكا، عندنا فلفله كحله، سكر كلاصي، الكمون، ثوم بودر، والطوماط كونسونطري، الهريسه ديال الحار، لا موطارد ديجا درناها. غادي نديرو معلقه صغيره ديال فلفله حمراء، ونديرو نص معلقه ديال فلفله كحله، نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال الثوم، معلقه ونص ديال السنيده سكر كلاصي، 2 معالق ديال البابريكا، وعندنا مطيشه كونسونطري حتى غادي نديرو معلقه كبيره ديال المطيشه كونسونطري، والمطيشه والفلفله حاره، العجينه ديال الفلفله حاره غادي نديرو 2 معالق كبار على حساب الذوق، على حساب الحراره. الا بغيتوها حاره اكثر ديروا 3 المعالق. هادو غادي نخلطوهم مزيان ونزيدو عليهم البصله وشويه ديال السيترون. غادي نحاولوا نقطعوا البصله. الا كانت عندكم بصله عاديه ديروا غير بصله عاديه، الا ما كانش غادي ديروا لي شالوط. وغادي نحاولوا نقطعوها رقيقه بزاف. بالنسبه للبصله غادي نديرو اما نص بصله صغيره، ولا نديرو واحد 2 ديال لي زيشالوط صغار، يعني كتكون رقيقه. قرب يشوف بحال هكا، شحال ما كانت رقيقه شحال ما مزيان. غادي نهزوها ونديروها مع داك الخليط ديالنا. وغادي نحركو دابا. نحركو مزيان داك الخليط، وباقيه الملحه ديما حتى هي الثالثه اللي كنزيدوها باش نذوقو ونشوفو واش نكثرو ولا غير شويه. ونزيدو واحد نص حامضه، نعصروها. صافي. من بعد ما زدنا المكونات ديال الالجيريان مع المايونيز وزدنا
لي شالوط والسيترون، غادي نزيدو واحد شويه ديال زيت الزيتون، ثمن واحد 2 معالق كبار، وغادي نخلطو عاوتاني المكونات مزيان وعاد نعمروهم في شي بواطو. صافي من بعد ما كملنا لاصوص الجيريان ديالنا عمرناها في القرعه ديالها، وكنشوفوها جا اللون ديالها بحال هكا قريب شوفوا، ها هي غادي نخويوها ونشوفوا كيفاش غتجي دايره. هي ديما هاد لاصوص قلت لكم خصكم تخليوها على الاقل واحد النهار في الثلاجه حتى تشد راسها. في هذيك البصله طروفه ديال البصله هما اللي كيخليوهاش تخرج بحال هكا، لان ها هي لاصوص الجيريان، وحتى المذاق ديالها مذاق الصراحه حار. غادي نجيبو شي حاجه ندوقو بها واخا خصها لي فخيت. الصراحه الجيريان داكشي بنين. المهم نتمنى تعجبكم هذه الحلقه هذه، وما تنساوش ديروا جيم ابوني ان شاء الله، ونتلاقاو في شي حلقه اخرى لشي صوص اخرى ان شاء الله.